يولدوا طبيعي. في بعض النصايح كده هتسرع من الموضوع ده. اولها واهمها هي الرياضه. انا بفضل الرياضه دي بتكون من الشهر الرابع لو صحتك تسمح. ما بتسمحش وعندك مشاكل ابداها في التاسع، لان راس المولود بتكون في الحوض بيكون جاهز للنزول، وعشان كده من الشهر التاسع بيكون على الام انها بتمارس رياضه، وخاصه رياضه القرفصاء لانها بتفتح الحوض بنسبه 30%. تاني حاجه المشي لمده 20 دقيقه يوميا، ما تزوديش عن كده عشان ما يقلش الاكسجين ويحصل لا قدر الله اي ضرر للام او للمولود. كمان من الحاجات اللي بتحفز افراز هرمون الاكسيتوسين وانك تدلكي الحلمه عشان تجهزي ثديك للرضاعه، ده المفروض تبداي فيه الام من الاسبوع ال 38. كمان العلاقه الحميميه بين الزوجين مهمه في الوقت ده، لان السائل المنوي بيحتوي على هرمون التستوستيرون اللي بيشبه كتير هرمون الاكسيتوسين، فلما بيلمس السائل المنوي عنق الرحم بيساعد على تجهيز الولاده، بيزود افراز هرمون الاكسيتوسين. في بقى شويه اكل كده بنصح انها بتساعد الست تاكلها في بدايه شهرها التاسع، اللي بتساعد على مرونه عنق الرحم، زي الفواكه الاستوائيه، الاناناس والكيوي وجوز الهند. في النهايه مش كل ولاده طبيعيه هي الولاده الصح واللي لازم تحصل، كل ده بيختلف على حسب حالتك وعلى حسب تقييم الدكتور ليكي، وان شاء الله تولدي وتقومي بالف سلامه.